النهارده ان شاء الله هنكمل ازاي نوصف الشكل الخارجي للناس. وعلى نهايه الفيديو ان شاء الله اوعدك انك هتعرف توصف حد بالشكل ده او الشكل ده او الشكل ده. خليكم معانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس الانجليزي العام، واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زر قائمه التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4. وحفاظا على وقت حضراتكم خلينا نبدا الحلقه على طول. جاهزين؟ ليتس دو ات. اهلا بحضراتكم للمره الثانيه. هنكمل ازاي نوصف الشكل الخارجي للناس، وهنتكلم على شكل الوجه. What is your face shape? What is your face shape? فده اسمه round face. round face يعني الوجه مدور او على شكل دائري. وده square face. square face يعني الوجه على شكل مربع. وده oval. معايا كده oval. oval face. oval face يعني الوجه على شكل بيضاوي. وده triangular face. triangular face يعني الوجه على شكل مثلث. طيب ناخد بقى مثال. لو أخدنا الصورة دي مثلا هنقول She has got a round face. She's got a round face. تمام؟ كويس جدا. نيجي نتكلم بقى على شكل العين أو إزاي نوصف العين. فالسؤال هيبقى كده What color are your eyes? What color are your eyes? فدي blue eyes. ودي green eyes. green eyes. ودي brown eyes. brown eyes. ناخد بقى مثال. She has got green eyes. She's got the green eyes. طيب نتكلم بقى على شكل الأنف اللي هي nose. معايا كده nose. 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 والسؤال هيبقى What is your nose type? What is your nose type? لو هنتكلم من حيث الأساسيات، فلو عندنا أنف كبيرة حجمها كبير فممكن نقول big nose. big nose. ولو حجمها صغير فممكن نقول small nose. small nose. طيب لو هنتكلم بقى بالتفصيل، فالصورة دي أو الأنف دي straight nose. straight nose. والصورة دي upturned nose. upturned nose. ودي snub nose. snub nose. ودي hooked nose. hooked nose. طيب لما نيجي بقى نستخدمها في جملة برضو نفس الفكرة، هنستخدم has got أو have got. فنقول She has got a straight nose. She has got a straight nose. She's got a straight nose. كويس جدا. نيجي نتكلم بقى على شكل الشفايف اللي هي lips. What shape are your lips? What shape are your lips? الشكل ده اسمه thin lips. thin lips. والشكل ده full lips. full lips. ناخد بقى مثال. They have full lips. They have full lips. أو they have got full lips. They have got full lips. طيب كويس جدا. نيجي نتكلم بقى على السكين يعني نوع البشرة. لو هنتكلم كده من حيث المبدأ، عندنا درجتين أساسيتين. اللون الغامق اللي ممكن نقول عليه black skin أو dark skin. واللون الفاتح ممكن نقول عليه white skin أو fair skin. ده من حيث المبدأ. لو هتكلم عن بشرة لونها غامق ممكن تقول dark skin أو black skin. لونها فاتح هنقول white skin أو fair skin. عندنا بقى درجة في النص زي brown skin. brown skin واللي هي بشرة مدية أكتر على اللون البني. في بعد كده عندنا درجة اللي هي tan أو tanned. tanned دي بالبريتش وtan بالأمريكان. واللون ده بيحصل لنا لما في الصيف ننزل المية وبعدين نتعرض للشمس، فلون البشرة يبقى tan لو هنتكلم بالأمريكان، أو هيبقى tanned لو هنتكلم بالبريتش. كويس جدا. لما ناخد بقى جملة ممكن نقول
she has got dark skin أو she has got fair skin أو she has got brown skin أو she has got tan skin. طيب كويس جدا. تعالوا بقى نتدرب على الجزء اللي فات قبل ما نكمل. يا ترى الصورة دي لو أنا سألتك what does he look like؟ what does he look like؟ ممكن توصفه ازاي؟ قدامك 5 ثواني. Yeah, well done. He has got short curly brown hair, square face, brown skin, and green eyes. He has got curly brown hair, square face, brown skin, and green eyes. كويس جدا. لما نتكلم بقى على العمر اللي هو age، طبعا بنسأل كام العمر. How old are you؟ أو how old is he؟ لو الصورة دي عندها 97 سنة فبالتالي هتبقى old، يعني هتبقى مسنة أو كبيرة في السن. فممكن نعبر عن الصورة دي ونقول My grandmother is 97. She's very old. أما بقى الصورة دي عندها 14 فبالتالي هتبقى young. فممكن نقول My sister is 14. She's young. أما بقى لو الصورة دي عنده 56 سنة فبالتالي هو ولا هو كبير ولا هو صغير، متوسط العمر، اللي هي middle aged. middle aged. فممكن نقول My father is 56. He's middle aged. My father is 56. He's middle aged. تمام. في بقى معلومة مهمة جدا، انه الناس الكبار في السن يفضل ان احنا ما نقولش عليهم old people، في صيغة اكثر تأدبا واللي هي elderly people. elderly elderly people. يعني دي تسمية كده أكثر رقيا، ويستحسن إن احنا نستخدمها مع الناس كبار السن كنوع من التقدير والاحترام ليهم يعني. كويس جدا. لو جينا بقى نتكلم على special features اللي هي ملامح مميزة يعني، فده اسمه mustache، ودي اسمها beard. أما دي بقى freckles. أما دي score، ومعناها ندبة أو علامة وبتحصل خاصة بعد الجروح. score. لو خدنا بقى مثال This man has got a beard and a mustache. This man has got a beard and a mustache. ناخد كمان مثال He has got dark skin with a small scar at his hand. He has got dark skin with a small scar at his hand. ناخد بقى مثال على freckles. He has red hair and freckles. He has red hair and freckles. تعالى بقى ناخد حبة تمارين. يا ترى الصورة دي بالمعلومات الموجودة تحت منها، يا ترى لو سألتك What does he look like؟ What does he look like؟ ممكن تصفه ازاي؟ قدامك 5 ثواني. Yeah, well done. He is bald. He has dark skin, a beard, and a mustache. كمان ممكن نزود He has got a triangular face and a big nose. He has got a triangular face and a big nose. التمرين اللي بعد كده حضرتك هتشوف صورة وجزء صغير من الإجابة، وهطلب منك تكتب جملة عن الصورة دي. الصورة دي ممكن نقول عليها إيه؟ Yeah, well done. Susanna's got long blonde hair and fair skin. Susanna's got long blonde hair and fair skin. تمام، كويس جدا. طيب الصورة دي يا ترى ممكن نكتب عنها ايه؟ Yeah, well done. Jeff has short fair hair and a beard. Jeff has short fair hair and a beard. ها طيب يا ترى الصورة دي ممكن نكتب عنها ايه؟ Yeah, well done. Omne has got dark skin and dark hair.
أمنية has got dark skin and dark hair. طيب يا ترى الصورة دي ممكن تكتب عنها إيه؟ Yeah, well done. Steven's hair is long and he has a mustache. Steven's hair is long and he has a mustache. طيب السؤال اللي بعد كده هو write questions. هنكتب سؤال. Your brother height. يعني عايز أسأل على الطول بتاع أخوك. ممكن نقول عليه إيه؟ Yeah, well done. How tall is your brother? How tall is your brother? طيب يا ترى عايز أسأل Your teacher look. ممكن نسأل إزاي؟ Yeah, well done. What does your teacher look like? What does your teacher look like? طيب يا ترى عايز أسأل على you weigh. يعني عايز أسأل على وزنك. ممكن أسأل إزاي؟ Yeah, well done. How much do you weigh? أو how heavy you are. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده write down the names of 3 people you know and then write about their height, hair and eyes. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أتمنى أكون ساعدتكم لو بجزء بسيط إنكم تحسنوا الإنجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.